الأعزاء، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء مع الطالبة أسماء عادل الفائزة بالمركز الأول على مسابقة المجلة العلمية بكلية التمريض بجامعة المنوفية. ألف مبروك يا أسماء، وكلمينا عن المسابقة دي وطبيعة المشاركة فيها. الله يبارك في حضرتك أولا وشكرا جدا. هو المسابقة طبعا المسابقة دي بتتعمل كل سنة على مستوى الجامعة، كل الكليات بتشارك فيها. بتبقى متقسمة لكذا مجلات، يعني مش بس مجلة علمية، بتبقى في مجلة ثقافية كمان. فالحمد لله احنا اشتغلنا في المجلة العلمية، بدأنا ان احنا نجيب أفكار علمية حديثة، موضوعات جديدة، يعني ما نخليهاش برضو تقليدية من حيث الشكل والمضمون وكل حاجة. بدأنا نشتغل أنا والتيم بتاعي سوا، اللي كان بيعرف يرسم كان متخصص في كده، واللي كان بيجيب داتا كويسة، اللي كان بيعرف ينظم المجلة. كنا كلنا تيم سوا يعني، وكلنا بنعمل المجلة سوا، والحمد لله طلعت بشكل كويس جدا وخدت المركز الأول، فدي حاجة عظيمة أوي يعني. كنت متوقعين المركز الأول يا أسماء؟ هو بصراحة يعني احنا متوقعين مركز، بس احنا مش عارفين انهي مركز، لان احنا برضو ما شفناش بقية المجلات، والتقييم بتاعنا مش بيبقى برضو هو التقييم النهائي اللي بيتاخد بيه، لان في كليات تانية برضو احنا ما شفناش المجلات بتاعتها. ولجنة التحكيم برضو ساعات بيبقى ليها رأي تاني، مثلا انها تشوف ان ده مثلا ما كانش ينفع يتحط، طب ده كان افضل يبقى كذا، فبرضو تقييمنا مش بيبقى التقييم النهائي. بس اكيد كنا متوقعين مركز، لان احنا اشتغلنا عليها جدا، ويعني من حيث المواضيع والمضمون والشكل هي كانت يعني تستحق انها تاخد مركز بصراحة. هي أكتر حاجة حسيتي إنها فعلا مهمة جدا وهتقل المجلة بتاعتكم كانت إيه؟ المواضيع بتاعتها اللي احنا كنا بنتكلم عن الاحتباس الحراري، جلوبال وورمنج، لان اصلا عارفين دلوقتي في اللي هو زي ابحاث علميه ومؤتمرات برضو بتتعمل عن اللي هو تغير المناخ، اللي هو الكوب 27 اصلا اللي شغال دلوقتي. فاحنا كنا حابين ان احنا نتكلم عن النقطه دي بزياده شويه، نوضح حاجات برضو، ما نجيبش المعلومات التقليديه اللي كل الناس عارفاها، اللي هو ايه تعريفه ومش عارف ايه. لا، كنا بندور على ايه الغازات مثلا اللي احنا ممكن نحاول ان احنا نقللها عشان نمنع الاحتباس الحراري. كنا بنقدم كمان توعيه في المجله، ايه الخطوات اللي الناس تتبعها عشان نقلل الموضوع ده، ازاي نحسن البيئه بتاعتنا، نعمل ايه. فاللي هو كان كل الموضوعات بتاعتنا اللي هي الحديثه برضو. قولي لي يا اسماء، يعني اشمعنى المجله العلميه؟ يعني ما في انشطه كتير جدا موجوده في الجامعه، والناس بتهرب بقى شويه من العلوم واحنا بنذاكر وبندرس، انا اروح لحاجه ترفيهيه شويه. اشمعنى اخترتوا المجله العلميه يعني؟ هو يعني اولا انا اصلا امين اللجنه العلميه في الكليه عندنا. ثانيا انا ليا في مجال البحث العلمي شويه وبحب المواضيع العلميه. انا واخده السنه دي مركز اول على مستوى الوطن العربي في مجال البحث العلمي العلوم التطبيقيه في جامعه الزيتونه الاردنيه. اهلا وسهلا. هو انت اسماء بقى اللي واخده المركز الاول؟ ده انا ايوه بدور انا. عليك يا اسماء والله. يلا دي فرصه جت اتقابلت مع حضرتك لا اهو. والله، ما انت بكلميني بقى على جامعه الزيتونه بقى والحاجات الجميله دي، يلا بقى طالما انت اللي فتحت. لا، هو صراحه الجامعه يعني حاجة جامدة قوي يعني وعظيمة يعني، من حيث الشكل والتعامل أصلا بتاع الناس اللي هناك، وكمان لجنة التحكيم والقائمين على التنظيم وكل انت ده. رفعت راسنا يا حاجة اسماء. روعة. الله، شكرا لحضرتك، شكرا جدا والله. قولي لي بقى الاستقبال كان عامل ازاي هناك، ولما خدت المركز الاول كرموك ازاي، والاجواء نفسها؟ لا، هو كانت حاجة بصراحة قمة في العظمة يعني من حيث الاستقبال. الجامعة كانت جميلة جدا جدا. الاستقبال بتاعهم كان حاجة يعني حاجة قمة في الرقي بجد والتحضر والحاجات دي كلها. احنا قابلونا في الأول، رحنا الجامعة، طلعنا، كان مؤتمر، كنا عاملين، كان في مؤتمر متقسم على يومين. كانوا مقسمين طبعا كل المشاركين نصهم في اليوم المؤتمر الأول ونص في اليوم المؤتمر الثاني. بدأ بقى لجنة الحكام والناس اللي هناك بتبدأ إنها تستقبلنا، واللجنة واللي هي الكلمة الافتتاحية بتاعتهم والقرآن وكل ده. بعد كده بقينا ناخد جولة بقى في الكلية ونتفرج عليها والجامعات، وبرضه تقابلنا مع ناس هناك بقى من كل الجامعات ديت، ونتقابل معاهم، انتوا عندكم ايه في الكلية مثلا، طب انا في كلية كذا وانت في كلية كذا، عندكم ايه زيادة مثلا، طب بتدرسوا ايه، نظام الدراسة عندكم سهل ولا صعب كده يعني. بدأنا احنا نتكلم معاهم، وطبعا بقى كنا بنخرج بقى يعني مناطق كده نتفسح ونشوفها يعني، فالأردن بلد جميلة جدا برضه. طيب، ايه البحث اللي انت فزتي بيه هناك؟ يعني كلميني عنه. كان أثر استخدام تقنيات التحول الرقمي والابتكار الفردي في تبني تطبيق الهاتف المحمول والويب لتقديم الرعاية التمريضية عن بعد. وهو إن أنا كنت بستخدم يعني اللي هي التكنولوجيا الحديثة، إزاي إن أنا أستخدمها في إني أساعد الناس أو أساعد صف التمريض كله اللي معايا، إن إحنا نقدم رعاية تمريضية للمرضى من خلال مثلا إن المرضى اللي معايا دول
هم في المستشفى عادي جدا. انا كنت عاملاها على مرضى الكانسر اولا يعني، هنا طبعا هم دول اكتر ناس محتاجين رعايه شويه، او المرض بتاعهم مطول، يعني مثلا مش حد جاله دور برد وهيخف منه بسرعه او سخونيه او لا، دول المرضى يعني التعب بتاعهم مستمر لفتره. امم. فبدات بقى ان انا اقدم لهم، كنت انا ومجموعه من زمايلي كنا مقسمين المواضيع علينا، ان انا مثلا خليت ان 10 يمسكوا جزء التغذيه، و10 تانيين مختصين ان هم مثلا يعملوا رسائل كويسه للمرضى الصبح، دعم نفسي يعني. وبرضه ناس بتوريهم ايه التمارين اللي يستعملوها ويستخدموها عشان مثلا ما يبقى يعني اللي هي تمارين الاسترخاء يعني. وهكذا بقى يعني، كنت اللي هو مقسمه كل مجموعه من زمايلي بموضوع معين تعمله. وطبعا كنت بعرض بقى، وكان الموضوع كده عامل زي شبكه، امم. انا رابطه فيها طاقم تمريض معايا، فيها دكاتره كمان من المستشفيات، عشان طبعا يراجعوا المعلومات كلها والداتا قبل ما تنبعت للمرضى عشان ما نقولش حاجه غلط. امم. وبرده كان مشرفين معايا من الكليه بيشوفوا الداتا كلها اللي هتنعرض لهم الاول. وطبعا كان معانا بقى يعني مدير معهد الكبد، مدير قصدي معهد الاورام، كان مشرف معانا، ودكاتره من الكليه وصف تمريض ودكاتره، اللي هو كنا كلنا شبكه كده بنقدم رعايه للمرضى على بعد. اللي هو مثلا مريض يتصل بيا، انا عندي واحد اتنين تلاته، طب انا مثلا جالي رياكشن من مرض معين، مثلا انا خدت الدواء فبصيت لقيت مثلا جالي سخونيه مره واحده، طب انا مثلا في بقعه بدات تظهر على جلدي، اتعامل ازاي؟ اقلل فرصه ان هو ممكن يجي لي من البيت لحد المستشفى عشان يسالني على حاجه معينه. امم. وبدات ان انا اتابع معاه، طب انت شايف ان في تحسن؟ طب مثلا، طب عشان اطمن عليه اعمل لي مثلا التحليل الفلاني وابعت لي صورته. يعني بقيت اوفر كتير قوي عليه. احنا عارفين طبعا يعني ان الدكاتره بتبقى، احنا ممكن نستشير الدكاتره في حاجات كتير، مثلا بنبعت لهم التحاليل بتاعتنا الدواء وكده، لكن هم مش بيبقوا موجودين معانا بصفه دايمه. بالظبط. يعني على طول برضو مش هيبقى اغلب الوقت بتاعهم متاح ان هم يردوا على ده في العياده في المستشفى وكده. انما احنا اغلب وقتنا هو اصلا التعامل مع المرضى خلاص بشكل مباشر، احنا اللي عارفين هياخد الدواء امتى وماشي ازاي، إيه النظام بتاعه، فاحنا بقى ادرى بيه. فكنت كمان عامله بقى ان انا المرضى اللي كانت معايا، انا كنت مختاره 20 مريض اطبق عليهم الموضوع ده في الاول، ما رضيتش اخد عدد كبير عشان برضو ايه اعرف ان انا اتحكم في العدد، بس انا لسه برضو ايه بطبق حاجه، فمش هاخد عدد كبير معايا واجازف بيه يعني. جميل. فاخدت 20 مريض، بدات ان انا اكتبهم في الليسته كده عندي، المريض الفلاني عنده كذا، والمريض التاني ده برضو عنده كذا، بحيث لو كلمني في اي وقت انا بص عندي انا عارفه هو عنده ايه، مش لسه هقعد بقى افتكر انت كنت بتاخد ايه، طب فكرني بنفسك تاني، طب لا. فكنت ماشيه على النظام ده بقى. وايه تاني بقى، وبعد كده بعد ما خلصنا بقى انا نزلت لهم تاني المستشفى اسالهم انتوا ايه رايكم في الموضوع ده. ناس كتير لقيتهم مرحبين بيه جدا جدا كمان، خصوصا ان انا ما كنتش برضو بتعامل مع المرضى بس، لا انا كنت بتعامل مع المرافقين اللي كانوا معاهم. يعني لو في مرضى كانت عيانين طبعا انا مش هعرف اتعامل معاهم بصفه دايمه، فكان المرافقين مثلا حد من اهله، ابنه، اخوه كده، بحيث مثلا ان انا اطمن عليه كل فتره، هو لو في حاجه هيكلمني. وبس يعني، ولقيتهم مرحبين بالموضوع ده جدا وكانوا مبسوطين، اللي هو حسوا ان في حد مهتم بيهم وحد حسيت ان بيقدم لهم. حسيت ان في انبهار للجنه العلميه اللي كانت بتشرف على البحث ده. لا ده جدا جدا كمان، يعني كانت حاجة، انا لقيت بصراحة يعني تشجيع منهم بطريقة لا توصف يعني. احنا والكل بقى مبسوط جدا، وما شاء الله البرزنتيشن سكيلز ممتازة، وحتى الموضوع ممتاز. وكانوا اصلا جايبين لنا في لجنة التحكيم لما هم قرأوا البحث، جابوا لنا واحدة من لجنة التحكيم اصلا تمريض، امم. يعني انها كمان تقعد بقى وتستمع، وخصوصا ان اكتر بقوا فاهمين المجال شويه، حاسين ان انا بشرح بطريقه سهله وبسيطه كده، وفي نفس الوقت حاجه جديده يعني ما طبقتش اصلا لسه خالص على الوطن العربي قبل كده. احنا على الهوا بنديكي لقب فخر العربي اسماء والله. لا دي حاجه والله كبيره عليا جدا يعني. لا انت اداء شكرا ودود شكرا والله يا جدا بنتي، لحضرتك. ربنا يوفقك. وحاجه جميله جدا جدا، ومن نجاح لنجاح. وهو ده الشباب الجميل اللي احنا عاوزينه في الايام الجميله دي بتاعتنا. ربنا يوفقك يا اسماء. شكرا جدا لحضرتك والله، كلامك على راسي.